فريق الأبطال يتشرف بحضور الأستاذ سمير حلمي الشاعر الكبير المعلم. أهلا وسهلا بحضرتك. استأذنك كل شيء اتفضل. شاعر واعلامي ومخرج واديب، يعني متعدد المواهب والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا طبعا انا بتشرف بوجودي النهارده مع القامات الكبيره واساتذتي واخواتي اللي انا بعتز بيهم، يمكن بقالنا شويه فتره كده ما قابلناش، لكن انا سعيد بالتواجد النهارده. طبعا احنا شرفنا في مسابقه بكره لكل الابداع برئاسه الاديب الاستاذ محمد قاسمي والاستاذ عبد الله عبد الصبور، الاستاذه الاعلاميه مروه الاستاذه مروه عاطف. ان احنا عملنا مسابقه في 4 مجالات: مجال شعر الفصحى وشعر العاميه والتجديد والغناء. انا بس الملمح هنا في استاذ المنهج مش الفوز ولا الصوت الجميل ولا اي حاجه. معلش يا حسن دي اكتر. الشخص دوت احنا لنا معاه موقف والله العظيم احنا بندرسه، يعني احنا خدناه كدرس. احنا بنعمل عمليه التقييم. طبعا احنا كناس منظمين ما بنشتغلش ابدا في التقييم، في لجنه تحكيم. فاحنا خدنا الاعمال والفيديوهات وبعتناها للجنه التحكيم منفصله عننا وما دخلناش خالص. فلجنه التحكيم عشان جالها فيديوهين لبنت واحده مختلفين، البنت فازت مرتين. يبقى كده في بنت واحده فازت باسمين، كمان البنت بعتها فيديوهين بلبس مختلف ومكان مختلف وباسمين: شيماء عبد العزيز وشيماء ابو الصوت. اصبح فؤاد اصبح الاستاذ حسن كده مش فايز، كده هو المركز السادس. يخش الاستاذ حسن لكل اللي فاز واحد ويهنيه. هي دي بس الحته اللي انا عايز اقولها، يخش الواحد ويهنيه. فلما اكتشفنا ان البنت هي بنت واحده وبالتالي كان لازم هيطلع تصعيد، كان الاستاذ حسن معانا. عمره ما جه قعد في اي ندوه او اي امسيه متفرج ولا يطلع لما يجي عليه الدور. اي حاجه بتحصل، اي حاجه محتاجينها احنا بنلاقيه. الشعر مش ارقام ولا ناس بيتسلوا، الشعر سيف بطال. لو الكريم سله ركب الخسيس الفرس، شافه الاصيل قال له انت ركبت الفرس لما انفراد، قال له شكرا جزيلا.